سلام، أهلا ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جيت نحضر معاكم اللوبيا البيضاء بطريقة سهلة وبدون لحوم. نحضروها بارد في بارد، تجي بنينة ومجمرة كما راكم تشوفوا. نحتاج كمية من اللوبيا البيضاء اللي كنت بيتها في الماء ليلة كاملة. هذه الكمية بعد ما طيب غادي تخرج لي زوز لافات كما هذه اللي عبرت بها. هنايا زدت عود تاع الكرافس اختياري، اللي ما يحبوش ما يديرش. وزدت بصل اللي كنت قطعته صغير كما راكم تشوفوا. زدت شويه تاع الملح وشويه تاع الزعفران باش يعطينا لون شباب، ونزيد تقريبا ملعقتين كبار تاع الزيت. ما نقليها ما والو، ونمرق بالماء بارد. هنا الماء يكون على حساب اللوبيا اللي عندنا، على حساب الكميه، وايضا على حساب اللوبيا اذا كانت طيب خفيف ولا طول في الطياب. اذا كانت الطيب خفيف نديرو شويه تاع الماء، اما اذا كانت تطول في الطياب نكثروا الماء. والاحسن اللوبيا اللي ما تكونش طيب من قبل كي ننقعوها في الماء ليله كامله نديروا لها شويه تاع بيكربونات او خميره الحلويات باش كي نطيبوها طيب خفيف وما تديناش وقت طويل في الطياب. هنا هذه خطوه اختياريه، اللي يحب الخضر يقدر يضيف الخضر اللي يحبها باش يكون عندنا طبق متوازن. اللي يبغي الكورجات او اللفت او الجزر، هنايا انا ضفت حبه تاع البطاطا وحبه تاع الجزر، واللي ما يبغيهمش ما يضيفهمش. هنايا ندي لاكوكوط تاعي فوق النار ونخليها تغلي. بعد ما تغلي نبلع عليها ونخليها تصفر لمده نصف ساعه او 45 دقيقه. هنايا بعد ما طابت نحلو نقلعو هذاك الصفاره ونخلو هذاك الهواء يخرج. من بعد نحلو لاكوكوط نتاعنا، وها هي اللوبيا تاعنا هنايا كانت طايبه. هنايا في هذه المرحله نضيف التوابل، وانا نفضل نضيفها في الاخير باش تحتفظ بالبنه تاعها. هنايا نضيف مغرف كبيره تاع لا طوماط كونسونطري، نزيد فص تاع الثوم صغير اللي كنت ربيته، يعني حوالي ملعقه صغيره. نضيف نصف ملعقه صغيره تاع فلفل احمر، ونصف ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، ونصف ملعقه صغيره نتاع الكمون. هنايا نضيف قرن تاع الفلفل الحار اختياري، اللي ما يبغيش الحار ما يديرهش. نخلطوا المكونات تاعنا ونخلو هذيك اللوبيا تتجمر على خاطرها باش تدي اللون تاع لا طوماط كونسونطري وتدي الجو تاع هذوك التوابل اللي ضفناهم في الاخير. وهذه اللوبيا تاعنا بعد ما طابت شوفوا كيفاه جات. هنا نتوما تحكموا فيها. الا كنتوا تبغوها عاقده بزاف نقصوا كميه الماء، واذا كنتوا تبغوها خفيفه شويه تزيدوا كميه الماء. وهنا بلا لحوم بلا مجهود كبير حضرنا هاد اللوبيا اللي تنفع في هذا البرد. وصفه اقتصاديه بامتياز وسهله للمبتدئين وايضا العاملات. في وقفه وانتي حضرتيها وتجي بنينه عسل. اذا جربتوها غادي تولي وصفه معتمده عندكم وما تندموش عليها. وهنا نكون وصلنا الى نهايه لا فيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. دعمونا بلايك واشتراك باش تشجعونا، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.